السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الكرام. بداية اكتساب الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا، لايك على هي الفيديو، وبتمنى تكون المشاركة من عدد كبير من العوائل السورية المقيمين على الأراضي التركية واللي عندهم أيضا أطفال في المدارس التركية. كم تكلفة ولي الأمر لتجهيز طفله للمدرسة في تركيا؟ مثل ما بتعرفوا هلأ نحن اقتربنا من أنه الحكومة التركية تعلن عن افتتاح المدارس وعودة الطلاب للمدارس، لكن نحن اليوم رح نحكي عن نقاط مهمة جدا، لأنه أنت أخي الكريم لما جهزت طفلك العام الماضي مو مثل تجهيز أخواني الكرام الطفل هلأ بالعام هي بسبب الغلاء والتضخم اللي صار. مع اقتراب تاريخ عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في تركيا في 11 سبتمبر بتزايد البحث عن مستلزمات القرطاسية والتسوق المدرسي، إلا أنه تبدو مشتريات العام الدراسي الجديد مثل الدفاتر والأقلام والمحايات تشكل عبئا ماليا على ميزانية الأسرة هذا العام. نظرا إلى ما ذكره موقع خبر غولبال، أكد رئيس اتحاد المستهلكين أيدن آغا أن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بشكل كبير هذا العام، حيث تضاعفت تقريبا 3 أضعاف مقارنة بالسنة الماضية. أوضح أن الأسر التي تبحث عن خيارات مختلفة التكلفة لشراء مستلزمات المدارس تواجه تحديات إضافية، خاصة مع ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية والتي بدأت أسعارها مرتفعة تصل إلى 2000 ليرة تركية. وأشار إلى أهمية الدفاتر الملاحظات التي تعتبر ضمن المستلزمات الأساسية للطلاب، موضحة أن الطلاب يحتاجون إلى استبدال هذه الدفاتر عدة مرات خلال السنة الدراسية. وعبر آغا أولو عن مخاوفه بشأن جودة المنتجات الرخيصة المستوردة، محذرا من أثرها السلبي على صحة الأطفال. دعا إلى التحقق من وجود علامات قبل الشراء وتجنب شراء المنتجات الغير مطابقة للمعايير. ختم آغا أوغلو تصريحاته بالتأكيد على الزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم هذا العام، حيث تضاعفت نفقة الكتاب والمستلزمات والقرطاسية والملابس ورسوم الخدمة المدرسية بنسبة تتجاوز 100% مقدرة بالعام الماضي. طبعا إخواني الكرام، نحن ما رح نحكي بالنسبة لموضوع الأخوة الأتراك. طبعا الأخوة الأتراك اليوم أقل راتب موظف دولة صار بيتجاوز إخواني الكرام 20 ألف، وفي أشخاص فوق 20 ألف عم يتقاضوا، يعني اللي عنده طفل أو طفلين ما عاد تفرق معه إخواني الكرام. بالمقابل اللي رايحة بالوقت الحالي إخواني الكرام على السوريين أو على العرب المقيمين بتركيا واللي داخلين لتركيا ضمن نطاق بطاقة الحماية المؤقتة. يعني اليوم راتب الهلال الأحمر التركي اللي عم يتقاضوه الطلاب كل شهرين، يعني 100 ليرة أو 200 ليرة، هي إخواني الكرام ما عاد تعمل أي شيء. اليوم نفقة الباص ممكن يطلبوا عليك أخي الكريم 1500 لكل شهر. بالمقابل يعني اليوم من عدد المستلزمات اللي انت بدك تجيبها لأطفالك واللي انت مجبور انك تجيبها مثل المعايير اللي بيطلبوها منك بالمدرسة، يعني معناتها أخواني الكرام كل طالب رح يتكلف الأب فيه ب15 ألف، واللي عنده أخواني الكرام 3 أولاد شو بده يكون الأب حتى يكون. بالمقابل أخواني الكرام رواتب الهلال الأحمر التركي بالنسبة للطلاب منذ أن عطوا للطلاب الرواتب في ظلم كبير وما عم يعطوا الطلاب حقهم بالمدرسة. هاي شغلة يعني المفروض اللي عنده كل طالب إن كان ابتدائي أو إن كان إخواني الكرام تعدى مرحلة الابتدائي مفروض أقلها 900 لل 1500 ينعطى للطالب الواحد شهريا. يعني اليوم 100 ليرة ولا 90 ليرة هاي ما هي رواتب إخواني، خصوصا اللي عنده عائلة مكونة من 3 أطفال أو 4 أو 5 أطفال عم يدرسوا بالمدارس التركية. يعني إخواني الكرام الأب والله الله يكون بعونه، الله يفرجها أحسن شيء. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار كتبوا لنا بقسم التعليقات. وبالمقابل إخواني الكرام، أنتوا عندكم كم ولد عم يدرسوا بالمدارس التركية؟ شاركونا بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.